يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض المباراة القوية القادمة أمام الرجاء المغربي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعد تأهل النادي الأهلي لهذا الدور محتلا المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة خلف صن داونز ب10 نقاط. وسيلتقي النادي الأهلي مع الرجاء المغربي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم السبت القادم 22 إبريل في 9 مساء بتوقيت القاهرة، 10 بتوقيت السعودية وقطر، على استاد القاهرة الدولي. وستذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 4 وقناة تايم سبورت الأرضية. وفي حالة تخطي النادي الأهلي هذا الدور سيواجه الفائز من مباراة الترجي التونسي وشبيبة القبائل الجزائري في نصف النهائي. وسبق وتقابل النادي الأهلي مع الرجاء المغربي في 9 مباريات في بطولة دوري أبطال أفريقيا، فاز الأهلي في 3 مباريات وفاز الرجاء في مباراتين، وتعادل الفريقين في 4 مباريات. وكانت آخر مباراة جمعت بين الفريقين في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2022 انتصر الأهلي في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف، وتعادل الفريقين في مباراة الإياب بهدف لكل فريق. وأعلن النادي الأهلي الحصول على الموافقة الأمنية بحضور 52 ألف مشجع للمباراة القادمة أمام الرجاء المغربي. كما أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن تولي الحكم السوداني محمود علي إسماعيل إدارة المباراة بين الفريقين. ويسعى النادي الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب أمام الرجاء المغربي لتسهيل مهمة الفريق قبل مباراة الإياب التي ستقام بعد مباراة الذهاب بأسبوع في المغرب.